كاسيميرو لتشاوميني. ردة فعل الاتحاد الاسباني على الاخطاء التحكيمية الاخيرة. ريال مدريد يكرر سوء الارقام في حقبة زين الدين زيدان. وماذا قال لوكا مودريتش من لاعبي ريال مدريد بالفوز بعد 11؟ كاسيميرو يكشف عن كواليس لأول مرة. وكيف علق مدافع نادي ليفربول على اهتمام نادي ريال مدريد. الهدف الأهم لنادي ريال مدريد في الميركاتو المقبلة. هذه كل أخبار اليوم. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من أخبار نادي ريال مدريد. ووجه كاسيميرو نصيحة لتشاوميني حتى يستطيع أن يتألق في مركز المحور بتشكيلة نادي ريال مدريد ولا يتعرض لصافرة استهجان من الجمهور. نجم اليونايتد صرح بالتالي: سأقول له نصيحتي بأن على بناء على مسيرتي في نادي ريال مدريد إذا كان يريد أن يلعب دورا رئيسيا فإن أفضل شيء هو أن لا يقوم بذلك بشكل مباشر. لقد كان ريال مدريد دائما فريقا هجوميا للغاية، يتقدم لاعبو خط الوسط والظهيرين للهجوم ولا يتوقفون المهاجمون الثلاثة عن دخول إلى منطقة الجزاء. يجب على شخص ما أن يعاني ويضحي، لذا فإن مفتاح النجاح يمكن في الرقم 6 في الفريق. وأضاف: أنا لا أقول أن فيدي فالفيردي أو لوكا مودريتش أو توني كروس لم يساعدوني، بالطبع فعلوا ذلك، لكنني كنت أعلم أنني يجب أن أضحي بنفسي وأغطي الظهيرين ولاعبي الوسط. يجب على المحور في الريال مدريد أن يكون في موقع محدد وسيكون له دورا قياديا هنالك وبعد ملعب البرنابيو ملعبا عاديا للغاية. إذا قدمت كل ما لديك فلن تحتاج إلى أي شيء آخر. أفعل كل ما بوسعك للفوز وسيكون مشجعين مدريد معك. أفاد صحيفة الماركا الأسبانية بأن الأخطاء التحكيمية الكارثية الأخيرة التي شهدت مباراة الليغا قد جعلت مخاوف في الاتحاد الأسباني تضاعف بشأن فشل المسابقة، ولهذا قد خطط رافائيل لونزانيس لضرورة بدل تغيير الهيكل في النظام التحكيمي، والهدف هو ضمان استقلال الأشخاص الذين يقومون بإعداد التقارير عن كل حكم وعدم وجود ماضي لهم، وأن تكون هنالك شفافية فضلا عن وضوح المعايير المستخدمة لتقييم أداء الحكام، وذلك حتى يكون من المعروف من هم النخبة أو على الأقل أولئك الذين يقومون بعملهم على أفضل وجه. وكانت مواجهة أوساسونا ونادي ريال مدريد في الجولة 24 من الليغا هي أكثر إثارة للجدل بالقرارات التحكيمية التي اتخذها مونتير والتي أكدت على ضعف المنظومة التحكيمية قبل أن يبدأ الاتحاد الأسباني في التفكير بضرورة إنغاز خطوة الأمام. لم يتمكن نادي ريال مدريد من تحقيق الفوز في 3 مباريات على التوالي بالليغا بعد أن سقط في فخ الهزيمة من إسبانيول وتعادل أمام أتلتيكو مدريد وأوساسونا. آخر مباراة لم يفز فيها نادي ريال مدريد 3 مباريات على التوالي كانت قبل 5 أعوام تحت قيادة زين الدين زيدان، وهو رقم سلبي سيسعى البلانكو للتخلص منه في الجولة المقبلة أمام جيرونا. كشف كاسيميرو بعد الإعلام الإسباني توماس روميس عن كواليس لم يسبق له ذكرها بعد الفوز نادي ريال مدريد ببطولة 11 للدوري أبطال أوروبا. كاسيميرو صرح بالتالي: بعد نهاية دوري أبطال أوروبا في ميلان ضد أتلتيكو مدريد كنا نحتفل في غرفة الملابس وجاء إلينا لوكا مودريتش وقال: أصدقائي، يتعين علينا الفوز بلقبين آخرين في دوري أبطال أوروبا الآن. قلنا له: هيا يا لوكا، لقد فزنا ببطولتين متتاليتين تقريبا منذ لشبونة. فجاوب: لا، من هذا الفريق الرائع الذي نمتلكه يتعين علينا الاستفادة من ذلك وتحقيق التاريخ بالفوز ببطولتين على الأقل، ثم فزنا بالبطولة 12 في كارديف وال13 في كيف على التوالي، ولوكا مودريتش كان على حق في ذلك. علق الفرنسي إبراهيم كونتي مدافع فريق نادي ليفربول الإنجليزي على الشائعات التي تحدثت عن اهتمام نادي ريال مدريد وباريس سان جيرمان بالتعاقد معه خلال الفترة الأخيرة بعد تألق رفقته الريدز وتكوين شراكة رائعة مع الهولندي المخضرم فيرجيل فان دايك. وقال كونتي تعليقا على ذلك: سماع مثل هذه الأخبار بأن الأندية الكبرى مهتمة به هو إطراء كبير، لكني مركز الآن على هذا الموسم وأنا أقدم كل ما لدي وأساعد وكيلي للتعامل مع هذه الأمور.
كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن نادي ريال مدريد وضع إريكسن أرنولد نجم نادي ليفربول كهدف الأول في سوق الانتقالات الصيف 2025. النادي الملكي يسعى لتعزيز خط الدفاع بالتعاقد مع إحدى أفضل الأظهرة في العالم، مستفيدا من إنهاء عقود أرنولد مع نادي ليفربول بنهاية الموسم الحالي، ما يجعله متاحا مجانيا في صيف 2025. هذه كل أخبار اليوم. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من أخبار نادي ريال مدريد. وهلا مدريد.